من الوصفات المحبوبة والمطلوبة جدا جدا، تجمعت في حبها كل الآراء. أعتقد مفيش اتنين ممكن يختلفوا عليها. النهاردة هقولك على كل الأسرار والتركات البسيطة جدا جدا اللي هتطلعها في منتهى الروعة والجمال. عايزة أقولكوا لما بعملها ريحتها بتوصل للجيران وجيران الجيران. لو عملتيها لهم مرة بالطريقة دي مستحيل أبدا يفكروا ياكلوها من أي حد تاني غيرك انتي. من الأكلات السريعة والمنجزة والمغذية جدا جدا. ادعموني بقى بلايك وشير للفيديو الجميل ده، وتعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا مع بعض. اول حاجة لازم نتفق عليها ان احنا هنختار الكبدة تكون من عند جزار طبعا واثقين فيه. مفيش اجمل ولا احلى من الكبدة البلدي. انا هستخدم النهاردة نص كيلو من الكبدة. قطعتها بالشكل ده، قطعوها شرايح رفيعة علشان تستوي معاكم بسرعة. لو الكبدة ساحت ما تحاوليش تقطعيها وهي سايحة، نصيحة يعني دخليها الفريزر تمسك نفسها وتتجمد شوية كده علشان نعرف نقطعها من غير ما تتبهدل مننا. كمان استخدموا سكينة تكون حامية في التقطيع. انا بقطعها واحطها في المصفى علشان تتخلص من كل المية الزايدة اللي فيها. ودلوقتي تعالوا نعمل التتبيلة الجميلة بتاعة الكبدة بتاعتنا. جبنا طبق صغير وهنحط فيه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الكمون، طبعا الكبدة بتكون روحها في الكمون. وكمان ملعقة صغيرة من خلطة السبع بهارات أو بهارات اللحمة. عايزة أقولكم بتودي الكبدة في حتة تانية خالص. هحطلكوا اللينك بتاعها تحت الفيديو. لو مش متوفرة ممكن نستخدم الكزبرة والكمون والملح والبابريكا والفلفل الأسود. هنضيف برضو ملعقة صغيرة من البابريكا بتعزز الطعم برضو، وكل الحاجات دي مع بعضها كده بتعمل ميكس متناغم بتخلي الطعم رائع. كمان هستخدم ليمونتين حجمهم كبير. بنعصر الليمون طبعا من غير البذر اللي فيه. وبعدين هنضيف ملعقتين كبار من الخل علشان يقضي على اي زفارة. وكمان هنضيف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. بخلط المكونات الجميلة دي كلها مع بعض. عايزة اقول لكم لما هنخلطهم هنشم ريحة رهيبة. يعني تخيلوا الريحة رهيبة من غير ما نضيفها على الكبدة ومن غير ما نسويها. امال بعد ما هتستوي هيبقى شكلها ايه؟ هنجيب طبق كده يكون واسع وهنضيف فيه الكبدة، وهنضيف عليها الخلطة الجميلة بتاعة التوابل اللي احنا عملناها دلوقتي. اخلطوها كويس جدا وغلفوها، يعني غلفوا الكبدة كلها بالخلطة الجميلة دي علشان تتشرب منها. عايزة اقول لكم طعم الكبدة يعني هيبقى رهيب رهيب بالخلطة البسيطة جدا اللي احنا عملناها دي. اهم حاجة بس غلفوها كويس. وبعدين بنرتب الكبدة. بصوا بعد ما هنقلبها هتلاحظوا ان يعني شكلها افتح شوية علشان فيها ليمون وخل. هنخلي الخلطة الجميلة دي في الكبدة كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، مش اكتر من كده، علشان الكبدة تتشرب من الخلطة الجميلة دي. كمان هنقطع شوية من الفلفل. لو حابين الكبدة تكون سبايسي شوية ممكن تحطوا قرن فلفل واحد بس صغير. لو مش حابينها مشطشطة هنستخدم الفلفل الرومي العادي. قطعوا بقى الكمية اللي انتوا حابينها. تعالوا بينا دلوقتي نجيب طاسة ونحط فيها شوية سمنة حلوين، وهنستنى لما السمنة تسخن جدا جدا. اوعوا تضيفوا الكبدة في الطاسة وهي باردة او وهي دافية. الكبدة هتنزل المية اللي فيها، بصوا هتغير الوصفة تماما. فخلينا ماشيين صح كده خطوة خطوة مع بعض. لما بنضيف الكبدة ما بنضيفهاش كلها كده دفعة واحدة، لا بنضيفها يعني بالتدريج علشان كل ما درجة حرارة الطاسة بتنزل بنستنى لما ترتفع تاني ونضيف شوية تاني. طبعا ما بنضيفش الكبدة كلها فوق بعضها كده ونكومها علشان ما تنزلش برضو المية اللي فيها. شايفين انا يعني بالراحة خالص كده مش مجرية الفيديو، معلش في اللقطة دي لانها مهمة جدا جدا. كل ما بضيف شوية بستنى شوية وبعدين بحركهم كده علشان اوسع مكان اخليه فاضي كده علشان اضيف الدفعة التانية من الكبدة. زي ما انتم شايفين السمنة يعني سخنة جدا جدا وما فيهاش مية علشان احنا ما ضفناش الكبدة كلها دفعة واحدة. خلاص كده احنا خلصنا كل كمية الكبدة وبننزل كل التوابل الجميلة دي والخلطة دي في الطاسة برضو علشان نستفيد منها. مش بنحرك الكبدة في الأول، بنستنى لما تاخد صدمة على ناحية يعني تتغلف كده من تحت، وبعدين بنبتدي نقلبها. وبرضو ما بقلبهاش كلها كده دفعة واحدة، بقلب شوية شوية. يعني الحتة اللي بحس ان هي اتغلفت وبقت سخنة بقلبها على الناحية التانية. طبعا دول كانوا اخر حاجة انا ضفتهم، ما كانوش لسه اتغلفوا او اخدوا صدمة فما قلبتهمش كتير.
النقاط دي يعني تعتبر الفيصل في الكبدة، يا إما تعمليها جميلة كده وكل قطعة بقطعتها، يا إما تبقى كلها ملزقة في بعضها. لو ضفتيها كلها كده دفعة واحدة هتنزل المية اللي فيها، وممكن تبقى ناشفة معاكي برضو وهتبقى كلها ملزقة في بعضها. علشان كده احنا ماشيين خطوة خطوة. بعد 10 دقايق من التقليب بنضيف تلتين كمية الفلفل وبنقلبهم علشان يكملوا تسوية كده مع الكبدة. في النص كده بنضيفهم علشان الكبدة تتشرب من الفلفل وتبقى ريحتها برضو واخدة من ريحة وطعم الفلفل. في المرحلة دي طبعا انتوا هتشموا ريحة رهيبة رهيبة رهيبة، اللي هو الفلفل بقى مع التوابل مع الكبدة، حاجة كده جميلة جدا. في كل المراحل دي انا نسيت اقول لكم ان احنا بنكون معلين النار، ما توطوش النار عشان الكبدة برضو ما تبقاش هادية فتنزل المية اللي فيها. انا عايزة الطاسة تبقى دايما سخنة، بس برضو مش هنرفع ايدينا من التقليب عشان برضو الكبدة ما تتلسعش مننا. خلاص كده في اخر 5 دقايق بضيف باقي كمية الفلفل عشان يبقى في سنة قرمشة بسيطة خالص كده، فبتدي طعم مميز للكبدة ويبقى طعمها برضو مسكر. بنقلب لغاية امتى؟ لغاية ما نحس ان الكبدة خلاص كده يعني بتتقطع. ممكن نختبرها طبعا بالشوكة، ما تعملوش زي علشان انا اتلسعت. لو لقيتيها استوت خلاص كده زي الفل. لو كانت لسه ما استوت طب هنعمل ايه؟ هنغطي الطاسة دي ونوطي عليها النار ونغطيها حوالي 5 دقايق بس. لكن الكبدة بتاعتي كانت صغيرة فاستوت بسرعة، ما اخدتش وقت خالص. اديتها كام تقليبه كده وخلاص الكبده بقت جاهزه معانا. لو حابين الكبده تكون متحمره شويه ممكن برضو تدوها كام تقليبه كده في السمنه، هتاخد سنه تحميره بسيطه. احنا بنحبها بالشكل ده، يعني ما بين متحمره ما بين اللي هو تبقى جوسي كده طريه شويه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الريحة بقى والطعم حاجة كده يعني ملهاش وصف بصراحة. يعني الخلطة البسيطة اللي احنا عملناها دي بتودي الكبدة في حتة تانية خالص، ريحتها فعلا فعلا بتوصل لآخر الشارع. خلاص كده انا رفعتها من على النار. تعالوا بينا يلا دلوقتي نحشي السندوتشات الجميلة بتاعتنا. بصوا بقى الكبدة مفرفرة كده ومش ملزقة في بعضها، يعني مش كتلة واحدة، شكلها رهيب. احشوا بقى براحتكم، وممكن تحطوا في الساندوتشات دي مايونيز او ممكن تحطوا طحينه. انا عملتها ساده كده بس علشان انا حابه ان انتوا تشوفوا الكبده من غير ما نداريها باي حاجه. طعمها لذيذ جدا جدا. الطريقه دي من اجمل الطرق اللي انتوا ممكن تعملوا بيها الكبده. الكبدة ممكن تاكلوها سندوتشات كده، وممكن تعملوا معاها رز أبيض، وممكن تعملوا معاها مكرونة بالصلصة. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. هستنى أشوف رأيكم في الكومنتات، وميرسي قوي على كل كلامكم الجميل اللي بتكتبوه لي بتشجعوني بيه. بحبكم جدا جدا، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق.